السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء الفل، مساء العنبر على أحلى متابعين في الدنيا. معانا أحلى هريسة ذرة زي ما انتم شايفين كده، وطريقة سهلة خالص وبسيطة، وشايفينها عالية ازاي وجميلة ونفشت وتحفة، وريحتها بقى ايه قلب المطبخ. معايا هنا كوباية ونص سكر، كوباية ونص زيت، نص كيلو ذرة، نص كيلو دقيق أبيض، 4 بيضات، معلقتين جوز هند، نص كيلو لبن، علبتين زبادي، باكوين بيكنج باودر، وفانيليا. زي ما انتم شايفين الطريقة سهلة خالص، المقادير سهلة، وهنكتبها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. طريقة سهلة يا جماعة، انا كنت عاملاها قبل كده على القناة، بس عملتها بقى تاني عشان اللي دخلوا معايا على القناة جداد الجدد معانا. شايفين هنا حطيت الباكوين بيكنج باودر على الدقيق الابيض، على نص كيلو دقيق ابيض، ونقلبهم حلو قوي كده زي ما انتم شايفين. طريقة سهلة خالص. دي بقى الطريقة ديت لو مشيتي على الخطوات تحفة، دول هيعملوا لي صينيتين. هنا بقى كوباية ونص زيت زي ما انتم شايفين كده، كوباية واحدة اللي هتعيري بيها السكر، هي اللي هتعيري بيها الزيت، كلها كوباية واحدة. هنا حطيت بقى كوباية ونص زيت معانا كده، وهنحط كوباية ونص السكر، وهنا 4 بيضات. دي المقادير دي مظبوطة جدا يعني. وهنا الباكون الفانيليا هنحطهم معانا، لو عندك فانيليا سايبة عادي. هنا نص كيلو لبن، كل ده في الخلاط وهيتضرب عادي، وكل حاجة مع بعضيها زي ما انت شايفة. علبتين الزبادي طبعا، انا قلت معانا نص كيلو ايه لبن، في بيقولوا لبن وفي بيقولوا حليب، اللي نقوله حليب. هنا حطيت بقى الزبادي زي ما انتم شايفين، كله مع بعضه، كله هنضربوه مع بعضه. هنا ضربناه في الخلاط كده ضربة حلوة كده لغاية ما السكر كله كده المكونات بتاعتنا، والسكر يدوب في قلب المكونات بتاعتنا. شوف الطريقة سهلة ازاي، كل حاجة في الخلاط. هنا خلصته ضربته جامد كده، والسكر داب معانا، وحطيته كده في البولة معانا ديت. طبعا المقادير دي مظبوطة زي ما بقول لكم كده، مشي عليها الخطوات هتطلع معاكي هريسة ذرة نفشة كده، وطعمها جميل، وريحتها بقى ما اقولكمش على الريحة بتاعتها يا جماعة، ريحتها تحفة. هنا حطيتهم زي ما انتم شايفين بقت كريم ازاي. هنا حطيت بقى المعلقتين جوز الهند. طبعا جوزة الهند دي بتدينا بقى طعم للهريسة الذرة بقى ايه، بتخليها جميلة. هنا الدقيق الابيض طبعا ايه النص كيلو، اللي حطيت عليهم باكوين بيكنج باودر زي ما انتم شايفين، عشان ممكن معانا السوائل بتاعتنا تشرب النص كيلو ذرة كله، وساعات بيفضل منه شوية، على حسب بقى ايه ما السوائل بتاعتنا تمتص المكونات بتاعتنا دي. هنا بقلب حلو قوي، شايفين. هنا بقى معايا نص كيلو دقيق الذرة ده، هنقلب لغاية ما نشوفها كده ايه، محتاجة تاني ولا لا. بفضل انزل واحدة واحدة، ما تنزليش مرة واحدة بدقيق الذرة، واحدة واحدة. هنا هفضل اقلب كده. شايفين طريقة سهلة ازاي، اسهل طريقة لهريسة الذرة، وبتبقى طعمها جميلة ومفيدة ومغذية لولادك يعني. فيها المكونات بتاعتنا كلها مكونات مغذية وجميلة ومفيدة. دي بقى مع كوباية الشاي كده بتبقى تحفة، في الفطار بقى وفي العشاء بتبقى جميلة قوي. اللي وصل معايا لغاية كده يا جماعة متنسوش اللايك والاشتراك ان شاء الله في القناة، وارجو بقى انه ايه تتفرجوا على الفيديو، وما مش اول ما ابعت الفيديو ولسه بيتبعت بلاقيكم معلقين لي وطلعتم الفيديو. طب كده بتوقعوا لي الفيديو. بالله عليكم اللي عايز يخش القناة عندي بيحب ماما ليلى يعمل مشاهدة حتى على الاقل 3 دقايق، عشان كده بتوقعوا لي الفيديو. مجهودي بيروح على الفاضي والله، انا حاسه مجهودي بيروح على الفاضي. ليه بقى لسه الفيديو لسه يا دوبك ببعته الاقي يعلقوا لي على الفيديو وطلعوا من الفيديو. طب ازاي يعني؟ طب انتوا كده بتضروني، مش يعني اللي بيحب ماما ليلى يعني اقل حاجه 3 دقايق، عشان اللايك يثبت والكومنت وكل ده والاشتراك يثبت، عشان الاشتراك وعشان اللايك. وربنا يسعدكم زي ما انتوا بتسعدوني بالكلام بتاعكم الجميل اي حاجة بتعملها لي اللايك او الاشتراك او الكلمة الحلوة بتاعتكم. بشكركم جدا، وربنا ما يحرمنيش منكم ابدا. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده حطينا كل المكونات بتاعتنا. هنا بقى المقدار ده يا جماعة
بياخد صينيتين، يعني كده هتعملي بالمقدار ده صينيتين حلوين قوي، وهتنفش معانا وهتبقى جميلة. والطريقة سهلة زي ما انتوا شايفين، كل حاجة في الخلاط اهو. بصوا، دهنت الصينيتين كده، وحطيت حبة دقيق فيهم، وحطيت المكونات بتاعتنا، هيطلعوا بقى صينيتين زي العسل. هنا بقى نحط على درجة حرارة 180، بس ما تسيبهاش يعني في الفرن كتير، يعني اول ما تستوي يا دوبك ونفشت خلاص. لو لقيتيها عايزه وش في البوتاجاز، يعني لو انت البوتاجاز بتاعك ما بيشتغلش الشوايه مع الشعله اللي تحت، اديلها وش. بس انا كده استوت، لقيتها استوت وحلوه وكده، وهحط لها وش بسيط تحت الشوايه. شايفين؟ بصوا نفشت وجميله ازاي. في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. هتعملي صينيتين وهيبقوا جمال. والامكانيات زي ما انتوا شفتوا كده، يعني ايه، نص كيلو دقيق ذره زي ما قلت لكم كده. وطبعا انا هكتب لكم بقى المقادير كلها في صندوق الوصف، عشان اللي عايزه تعملها وعجبتها تخش بتشوف المقادير بالظبط. شايفين جمالها؟ ريحتها بقى طالعه ايه، ما اقولكمش على الريحه، روعه روعه. وفي الشتاء بقى ده بنحبه نشغله بقى ايه، البوتاجاز طبعا كده بيدفلنا الدنيا كده وريحه الخبيز ده بتبقى جميله، وريحه الكيكه. شايفين هشه ازاي، هشة وجميلة. ولا الطعم بتاعتها بقى، الطعم بتاعها لذيذ بصراحة، مع كوباية الشاي بقى كده. يا سلام يا سلام على الجمال، يا سلام. ايه رأيكم بقى في الكلام الجميل ده؟ شايفين نفشت؟ بصوا شايفينها في الصينية باينة نفشة ازاي، والقطعة اللي انا مطلعاها الخرطة بصوا جميلة ازاي، هشة هشة. وطعم الطعم بتاعها لذيذ بقى. دقيق الذرة طبعا مع دقيق الابيض مع المكونات اللي حاطينها جميلة. اللي وصل من لغاية معايا كده بقى ان شاء الله، حطوا لي اللايك وما تنسوش المشاهدة، وقولوا لي ايه رأيكم.